السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي قناة ريو سبورت. معاكم أحمد العربي من قناتكم المفضلة. طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالدوري الأصعب والأقوى والأفضل لدى جماهير النادي الأهلي، التتويج بالدوري 45 في تاريخ البطولة، 45 من 66. أكبر وداع وليلة حزن مع أكبر فرحة بعد التتويج الكبير بالدوري، والجماهير فرحانة واللعيبة فرحانة. كان في لحظة وداع من الكابتن علي معلول، أسرع دليفري في مصر لجماهير النادي الأهلي. أحسن محترف أجنبي جه في الدوري المصري علي معلول. علي معلول مش هقول لك من افضل، لا، علي معلول افضل وبكررها ثالث مره، افضل محترف اجنبي جه في الدوري المصري. انا عن نفسي مش عارف ابتسم، مش عارف اضحك وافرح. وده علي معلول خلاني انا حزين، انا داخليا حزين، يمكن باين على ملامحي ان انا حزين على علي معلول وحد زي قيمة علي معلول. بس يا رب الخبر اللي جانا النهارده يكون فعلا صح، ان خوسيه ريفيرو متمسك بعلي وامكانيات علي، نتمنى ذلك. بس كانت الوداع امبارح ولف على الجمهور كله. امبارح عمل 35 دقيقة بالظبط من أروع ما يكون من علي معلول، وأسست الهدف لوسام أبو علي. وداعا علي معلول. اللعيبة النهاردة أجازة، راحة من التدريبات، غدا بكرة بقيادة خوسيه ريفيرو. عماد النحاس وأكبر مكافأة، عماد النحاس خد ضعف المكافأة اللي كان مرصودة طبعا لأي مدير فني. حاجة تانية، بنبارك برضو لكابتن إمام عاشور حصوله على لقب هداف الدوري. بس ازاي؟ بكعب الشحات. كعب الشحات يهدي هداف الدوري لإمام عاشور. امبارح كرة جايه له عرضية والجول فاضي، لو همسها بوش رجله هدف. الكعب ده ما يطلعش غير من لاعب فنان فعلا، يعني لاعب فنان ومحب لزمايله. يعني ما انا اجيب الهدف وابقى جايب هدفين، لا، هو اداها لامام عاشور بكعب بامتياز، خلاه جاب الهدف ال 13 ليه. مبروك امام عاشور. احتفل امبارح مع زوجته وبنته. ألف مبروك إمام عاشور، وأفضل لاعب في أفريقيا حاليا، كل مدى بيثبت. طبعا حمدي فتحي، أليو ديانج، تريزيجيه، بن رمضان، غدا في التتش. بكرة في تدريب النادي الأهلي في التتش في 2 مدافعين اتعلن عنهم بكرة أو بعده أو يوم الأحد بأقصى تقدير. 2 مدافعين إمكانيات عاليين، محليين طبعا، محليين، هيتعلن عنهم إن شاء الله الفترة القريبة دي أول ما يفتح باب القيد إن شاء الله، والقيد الاستثنائي لنادي الأهلي عشان كده نهائيات كأس العالم اللي في أمريكا، اللي هيفتتحها بالمباراة انتر ميامي اللي هو ميسي ورفاقه. طبعا ان شاء الله احنا معانا تريزيجيه وسام بن شرقي ورفاقهم برضه. النادي الاهلي ان شاء الله وافتكروا كلامي هيعمل حاجه جديده في كاس العالم النسخه دي باذن الله، وهيعمل تقدم كبير. اول تدريب بكره بقياده المدرب خوسيه ريفيرو. اول تدريب بكره
بقيادة المدرب خوسيه ريفيرو. بنهنيه، نتمنى له التوفيق زي كابتن عماد النحاس. بنقول له مرحب بيك بالتتش، معاك اقوى سكواد في القاره الافريقيه، معاك سكواد مرعب فعلا. سكواد هياكل الاخضر واليابس. افتكروا كلامي، سكواد النادي الاهلي بتشكيله النادي الاهلي هياكل الاخضر واليابس. افتكروها، هتقولوا احمد قالها. طبعا زي ما قلت لكم، الفرحه خلاص نقفل، عندنا كاس عالم، خلاص الفرحه بالدوري. طبعا بعد نهايه كاس العالم هيبقى فيه احتفاليه هينظمها الكابتن بيبو الخطيب. هيحتفل فيها بالدوري وبكاس السوبر، يحتفل بيها بكل البطولات اللي حققها النادي الاهلي في السنه دي مع مارسيل كولر او كابتن عماد النحاس. طبعا الدوري اتسجل لعماد النحاس، الدوري اتسجل لعماد النحاس. سداسية فاركو كانت سداسية كبيرة. في برضو كان الوداع الأخير امبارح، رامي ربيعة، حمزة علاء، أكرم توفيق. بنتمنى لهم التوفيق في القادم ليهم الثلاثة، إن شاء الله ينجحوا مع أنديتهم اللي هم رايحين ليها. لعيبة هتأمن مستقبلها، لعيبة طلعت من بيت كبير، لعيبة ما خلتش جهد على جهدها، ما ادخرتش جهد تقدموا، لا قدموا كل حاجة لآخر لحظة. بتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم بإذن الله. كده كده إن شاء الله رامي ربيعة ده من أحد كباتن النادي الأهلي، وهنشوفه في كأس العالم مع العين الإماراتي. خلاص خلص كل حاجة، انتهت امبارح رحلتهم مع النادي الاهلي. طبعا اخبارنا الرياضيه انتهت، بكره ان شاء الله في اخبار جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.